أول فوز للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا على سان جورج الأثيوبي 3-0 في مباراة الذهاب اللي المفروض هي باسم سان جورج، لكن لعبوها عندنا في القاهرة قبل مباراة العودة. ده نتيجة كويسة، نتيجة مرضية تريحنا جدا في مباراة العودة، تخلي كولر لو عايز يستخدم أكتر من لاعب، عايز يجرب ناس، في فرصة إن هو يجرب. طبعا المنافس كان أقل، من طبعا منافس ضعيف، مش هو ده اللي نقيس عليه مستوانا أو نصدر حكم مطلق على الفرقة من خلال النهارده. الفرقة الحمد لله أدينا، الشكل كان جميل، لكن ده ما يديناش حكم مطلق لأن كنا بنلعب منافس ضعيف. عايز بس في النهاية طبعا بثلاث أهداف، لازم طبعا أثني جدا على إمام عاشور، اللاعب اللي ما خدش وقت في الاندماج، بالعكس تحس إن هو بقاله فترة كبيرة مع الفرقة، منسجم مع الجميع، لاعب اللمسة الجمالية في نفس الوقت هي فاعلية، يعني مفيش مظهرة، لا حتى لما بيلعب لعبة فيها حتة جمالية كده هي مش للمظهرة قد ما هي فعلا عشان يوصل لهدفه، فقادر يجمع ما بين لمسة الجمال مع الفعالية، ومتأقلم جدا ولمساته كلها كويسة وتحب الكرة تيجي لرجله. حسين الشحات طبعا عمل مباراة كويسة جدا، اللاعب اللي بيقدر يخلصك، فما شاء الله برضو مباراة كويسة. مش عايز اعلق بس غير حاجتين، اولا كهربا، يا كهربا انت لاعب كويس، لاعب خطير، عندك امكانيات، ما تحاولش تقول انا لسه موجود مهما كان الاهلي استخدم جاب ناس جديده فانا لسه جامد، ما تحاولش تقول ان عايز تثبت، لان طول ما انت بتفكر انك تثبت هتلاقي قراراتك كلها مش مظبوطه، بتحمل نفسك ضغوط انت في حل عنها. العب لعبك اللي احنا عارفينه، شيل من على نفسك الضغوط وهتأدي. النهارده كان باين قوي انك عايز تثبت حاجه، فعشان كده ادائك ما كانش افضل حاجه. محمد هاني ما عملش مباراه وحشه، عمل مباراه كويسه، لكن كنت اتمنى مع خصم زي ده وفريق سهل زي ده اعمله كانه تدريب على ان انا ازود الناحيه الهجوميه عندي، ازود عرضياتي تبقى متقنه بشكل اكتر، يعني اخلي ماتشات زي ديت تجربه عشان اقدر استفيد منها في الماتشات الجايه، لان احنا محتاجين الباكين في الطرف النادي الاهلي المفروض يكونوا على اعلى مستوى دفاعا وهجوما، وحته الهجوم هنا محتاج فيها تطوير شويه، فكنت اتمنى استغل فرصه زي ماتش النهارده وهو يحاول يتدرب على النقطه دي. لكن في النهايه فوز مهم ومريح والحمد لله بثلاث اهداف، وباذن الله طبعا الماتش جاي يوم الجمعه يكون خلاص يعني الاهلي حسم الصعود باذن الله. نيجي بقى نتكلم اهم حاجه النهارده على ميدو. قبل ما اتكلم على اللي قاله، فكره عايز بس اقول حاجه غريبه، يعني الناس في السعوديه او التلفزيون السعودي، فكره انك تجيب ميدو وانت الراجل ده نفسك انت بنفسك طرده من البلد لانه على حد تعبيرك او وصفك او ايه اقول ايه اساسات القرار اللي انت اخدته ان هو راجل قليل ادب مش متربي، يعني دي الاعتبارات اللي على اساسها انت طردته، فانك ترجع تجيبه تاني في التلفزيون السعودي ويقعد في برنامج على الهوا انا مش قادر افهمها. لميدو بقى، انا لو مطرود من دوله اتهموني اتهام وانا طلعت ادافع عن نفسي سواء بقى صح ولا غلط وقلت ان انا الحساب بتاعي اتهكر ومش انا اللي قلت كده، ومع ذلك صمموا وطردوك، اقسم بالله لو كانوا بعتوا لي عقد مهما كان الفلوس اللي هيبعتوها كنت مستحيل اوافق وارفض، خصوصا انك مش محتاج لفلوس، دي حاجه. لكن الموضوع ده محتاج بس ايه، محتاج حبه كرامه، محتاج حبه دم، معرفش هل مش موجودين عندك او انت مش فارق معاك حته كرامتك، مش فاهم، عموما انت حر. في خلال لقائه ميدو جايبين حسين عبد الغني وجايبين محمد نور ممثلين للكره السعوديه او لنادي الاتحاد، وبيتكلموا بقى في كاس العالم للانديه، فيعتبروا جايبين اتنين يمثلوا نادي الاتحاد السعودي وواحد المفترض ان هو مصري يمثل نادي الاهلي المصري، فكان الاختيار على ميدو. فالناس عماله تتكلم على بلدها وعلى ناديها، وميدو يوم ما يبدا يتكلم يقول لهم بس خلي بالكم اللي لعب النادي الاهلي المصري، خلي باله ان مفيش فرقه بتلعب النادي الاهلي المصري الا لما بتلاقي اصابات وتلاقي مدرب مشي ومش عارف ايه، ده احنا قدام في افريقيا اتصاب مننا اهم اتنين، بقى عبد الله جمعه بقى اهم لاعب هو الونش، ما كانش فيه بقى، مفيش بقى بن شرقي كان مهم، مفيش زيزو، مفيش طارق حامد، مفيش فرجاني ساسي، كل دول مش مهمين، كان اهم حاجه الونش وعبد الله جمعه، ما علينا. وعايز يقول للناس وفي غير كده بقى قبل كده برضه لعيب مش عارف ايه وقبل كده مش عارف ايه، انا مش عارف ايه قبل كده لعيب ايه وقبل كده لعيب ايه، اللي هو اي كلام وخلاص. الغريب ان في الماتش ده غاب من الاهلي ساعتها بسبب نفس الموضوع الكورونا ديانج اللي كان في ساعتها افضل لاعب في مصر بلا منافس سواء محلي او افريقي، ووليد سليمان اللي في ماتشات الزمالك بيبقى بيتعمل عليه انه ده فرحه، كل ما فيش ماتش زمالك لعب وليد سليمان ما كانش متالق فيه، ومش هجيب سيره صالح جمعه لان صالح جمعه ما كانش بيشارك بشكل اساسي، فالقصه كانت متعادله يعني ايكوال، انت غايب عندك اثنين فيهم وانا كمان انا غايب عندك ثلاثه فيهم واحد مش مؤثر وانا ثلاثه فيهم واحد مش مؤثر، ففين بقى اللي حصل؟ وبعدين مين الفرقه اللي بيجي لها انت مين جالك صليبي؟ ده احنا اكتر فريق في الدنيا، ده احنا من كتر الصليبي في لعبه جالها اتنين صليبي، محمد محمود اتنين صليبي وغضروف، ومع ذلك وعمار حمدي واكرم توفيق اتنين وعمار حمدي ومحمود متولي، ده احنا تاريخ من انت قول لي مين جالك انت وعنده اصابات؟ ده احنا كنا بنلعبك يا راجل واحنا ناقصين 7 8 وكسبناك 2-1 في عز ما احنا ناقصين، هات لي ماتش لعبت انت قصادنا ناقص زي ما كنا احنا كده بقى التيم ناقص بالاصابات، دي حاجه. تاني حاجه، هات لي واحد يا ميدو
في النادي الاهلي، في تاريخ النادي الاهلي، طلع قال ان احنا فعلا بنلجأ للكلام ده، او انا لقيت النادي الاهلي بيلجأ للكلام ده، تصريح من عندنا او موقف ياكد لك كده. عمرك ما هتلاقي. لكن هات انت عندك ابراهيم حسن طلعنا من الاوضه مش عارف ايه، بنلاقيكم بترش ميه والكاميرا بتلقط، انت نفسك واحد من اللي طلع قال ان مرتضى منصور كان بيجيب لنا ساحر بياخد 7000. يعني انت بنفسك بتعترف على شيء انتوا بتعملوه، جاي تتهم بيه الاهلي النهارده وتقول لهم خلوا نادي الاتحاد يقرا قران. هو مش عارف صراحه انا يعني، طب كويس ان انا يعني انا فرحان ان انت عارف ان في قران، عارف ان في حاجه اسمها قران، لكن انا مش عارف الكلام اللي انت قلته ده. هو واحد ما اعرفش متقل، يا متقل في اكل يا متقل في شرب، وغالبا ممكن يكون متقل في شرب. اللي ملفت للنظر بقى ان هو كل اللي قاله ده، انت لو بصيت لوش محمد نور وهو بقى ميدو عمال يقول ويضحك ويستظرف والناس سك خلاص خلص الكلام وعمال برضه يكمل ضحك ويمد ايده لحسين عبد الغني يسلم عليه، فحسين عبد الغني الناس كانت والله لو تشوف المنظر، انا عايزكم بس تتفرجوا على الفيديو هتلاقي وجه كده، عارف انت الناس اللي قاعده كأن ناس كبيره وعايزه تقول ايه اللي انتوا جايبينه معانا ده، احنا جاي ايه قعده العيال الصغيره دي، ايه الهبل اللي بيقولوا ده. محمد نور في اخر كلامه انا حسيت ان هو مقروف من كلامه، حتى هو حاول يوجه الكلام يعني ايه، يختم الكلام ويروح لمحمد نور، والله محمد نور معلق بكلمه وكمل كلام ولا كأنه ده بيتكلم. فعارف انت اللي عايز تاخد لقطه، عايز تاخد بونت، عايز يعني طبعا تطلع كرهك للنادي الاهلي قدام الناس، قللت من نفسك، رخصت من نفسك، ومع ذلك ولا قللت من الاهلي ولا حاجه. الاهلي كبير في عين الناس كلها سواء في مصر او بره مصر، بس الحقد هو اللي بيعمل فيكم كده. للاسف قال الكلام ده في تلفزيون عربي بيتابعوا ناس مش ملمين بالكره المصريه، ممكن الجمهور اللي بيتفرج على التلفزيون ده يعرف الاهلي المصري، لكن لما يطلع واحد من مصر ويقول الكلام ده، يقول ان كل ماتش، الناس مش عارفه طبعا، مش حافظه زينا تاريخ ولا عارفه ايه اللي حصل، فممكن الناس تصدقه للاسف. لكن اكتر ما فرحني هو رد فعل الناس السعوديين اللي قاعده بتبص له واتكلمت على الاهلي بطريقه كويسه، وكانها بتقول له يعني انت فعلا مثال سيء للرياضي المصري ده، اذا قلنا عليك رياضي اصلا، وتاريخك يا ميدو مليان من الاشياء اللي لو كتبناها الكتاب ده هيبقى مكانه اعتقد سله المهملات.